السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سليمة حمريش في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يا رب نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. واليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الحلوه دوازاتاي اللي تقدروا تشربوا بهم واحد كويس داتاي ولا كويس القهوه. ولكن هاد الحلوه كتجي هشيشه، واللي مهم في هادشي كامل انها اقتصاديه في المكونات، كتجي بنينه دغيا كتوجد وما كتحتاجش وقت كتير نهائيا، وناجحه مليون في المئة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا انا غادي نحضر كميه شويه زايده ماشي كميه قليله، واللي بغى الكميه قليله غادي نذكر لكم المقادير بالكميه اللي بغيتو نتوما. انا عندي هنايا 6 ديال الجبن مثلث اولا الفرماج، اي نوع الفرماج عندكم. عندي هنايا 6 ديال البيضات يكونوا بحجم كبير. لاحظتوا هنايا انا درت 7 بيضات لان كانوا عندي البيض صغارين باش ضفت 7. هي كتحتاج غير 2 بيضات يكونوا كبارين فقط. 3 ديال ساشيات ديال الفاني باش كنكهوا هاد الحلوه هادي ديالنا. قبصه ديال الملح، وغادي نضيفوا 3 ديال كؤوس ديال السكر سنيده، 3 ديال كؤوس ديال زيت نباتيه. وبالنسبه اللي بغى المقادير تكون قليله غادي تاخذوا 2 ديال الجبن مثلث، 2 حبات اي نوع ديال الجبن مثلث اللي متوفر عندكم، لان هاد الفرماج هو اللي كيزيد يخلي لنا هاد الحلوه دي هشيشه. وكنحتاجوا 2 بيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت نباتيه، وقبصه ديال الملح، ساشيه ديال الفاني، وخماره وحده، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو والدقيق حتى كنجمعوا بالعجين ديالنا. يعني الكميه ديال الدقيق ما عنديش محدوده هنايا. انا هنايا من بعد ما خلطت الخليط كامل حتى ولا يعني بحال الشكل كريمي كما شفتوا. دابا غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال الكاكاو والمر، وغادي نضيفوا 3 ديال الساشيات ديال خمارات فئه ديال 8 غرام، وغنبقاو نجمعوا بالدقيق. الدقيق رطب، يكون رطب ماشي على ما كان النوعيه جيده. يعني انا عندي هنايا دقيق ديال 25 كيلو هو اللي استعملت انايا في هاد الحلوه هادي. دابا غنبقى مستمره بحال هكا حتى نسالي تنجمع العجين. القوام ديال العجين ما خصهاش تكون قاصحه نهائيا، تكون خفيفه باش كتجي هاد الحلوه هذه هشيشه وكتجي كدوب في الفم. غادي نبقى مستمره بحال هكا. وكما سبق لي وقلت لكم بالنسبه للمقادير اللي بغى الكميه قليله كنحتاجوا 2 حبات ديال المثلثات ديال الجبن، اي جبن عندكم، يعني فرماج ديال اللي كناكلو ديال اللي كتباع بدرهم. وكنحتاجوا 2 بيضات يكونوا كبارات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، خماره وحده فئه 8 غرام، وساشيه ديال الفاني، والدقيق حسب الخليط، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر. صافي ما كتحتاج مكونات كثيره نهائيا كما ذكرت لكم في المقادير. بالنسبه للعجين كما شفتوا القوام ديالها كتجي بحال هكا، ما نديروهاش قاصحه نهائيا باش ملي كتاكلوا هاد الحلوه هذه ما كتجيكمش ناشفه من الداخل. غادي نكون كويرات وغادي نضغط عليهم واحد شويه بحال الشكل ديال غريبه، وغادي نستفهم في اللاطات وندخلهم الفران حتى يطيبوا. يعني النار تكون تحت من اللاطه حتى يطيبوا لنا هاد الحلوه هذه. ومن بعد غادي ننزلوا اللاطه الطبقه التحتانيه اللي كتكون النار فوق منها على ما كتنشف غير واحد شويه ونخرجوها. يعني هاد المده ديال الطياب ديال هاد الحلوه هذه ما كتحتاج مده طويله نهائيا. غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى نسالي الكميه ديال العجين اللي عندي كامله. واللي بغى بحال دابا ما يديرش الكاكاو كيبقى الاختيار ديالو، ولكن بالكاكاو كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الحلوه هذه. بالنسبه باش غادي نغمسوا هاد الحلوه هذه الكونفيتور او لا العسل اللي متوفر عندكم. بالنسبه للكونفيتور اللي بغيتو نتوما المذاق يعني ديال المشماش او الحامض او لا ديال الكرموس او لا الفريز اللي بغيتو، انا هنايا اختاريت ندير الكونفيتور ديال المشماش كيعطيه واحد المذاق رائع لهاد الحلوه هذه. وصدقونا البنات راها كتجي هشيشه بزاف في المذاق وكذلك في القوام ديالها، وكذلك حتى في المذاق كتجي بنينه. بالنسبه لهاد الكميه هذه اللي حضرت انايا راه احتاجيت ليها قرعه ديال الكونفيتور في هذا القياس هذا، وقيله هذه كتهز كيلو.
غادي ناخذ واحد الكاسرونه او شي كامله بحال هكا، وغادي نصب هاد الكونفيتور اللي يكون ديال الماكله ماشي جاري ديال الحلوه، لان هذه ديال الماكله راه شحال ما خليتوا الحلوه ديالكم بلا ثلاجه ما كيوقع لها حتى شي حاجه. غادي نضيفوا معها واحد كاس ديال ما زهر وغنخليهم فوق النار حتى يغلاو مع بعضياتهم، وحتى ينسجم المزهر مع هاد الكونفيتور، ومن بعد عاد غادي نخدموا به هاد الحلوه هذه. كما قلت لكم بالنسبه للكونفيتور، سواء كانت الحلوه ديال ريش بوند او لا شي حلوه اللي كتفندوها في الكونفيتور، من الاحسن ديروا الكونفيتور ديال الماكله، لان الكونفيتور ديال الماكله كيحافظ على هاد الحلوه هذه مده طويله ما تتوقع لها حتى شي حاجه. ولا درتوا الكونفيتور جاري كونوا على اكيد سيمانه بلا ثلاجه دغيا كتضيع هاد الحلوه هذه. كما شفتوا كناخذ الحلوه هكا يعني يا اما بالحبه يا اما بالكونتيتي. ملي كتكون هشيشه من الاحسن ما ديروش كونتيتي هكا كبيره في وسط هاد الكونفيتور باش ما كتفرتت ليكمش في وسط الكونفيتور. وغادي ناخذ الكوك. بالنسبه للكوك انا احتاجيت هنايا 500 غرام ديال الكوك بالنسبه للقياس ديال هاد الحلوه هذه اللي حضرت معكم. وكما شفتوا كتجي رائعه، كتجي في المنظر ديالها زوينه. غادي نبقى مستمره بحال هكا كنفند نغمس هاد الحلوه هذه في الكونفيتور وغادي نفندها في الكوك. بغيتو تفندوها في البيمو ديال طونيك، يعني كتهرمشوه مزيان وتفندوه فيه الا بغيتو، حتى هو كيعطيه واحد المذاق رائع لهاد الحلوه هذه. ويجربوها البنات واكيد غادي تعجبكم، لاني انا دائما ضروري خص تكون عندنا الحلوه البلديه في الدار ولا بدا، لان بحال دابا كضياف او لا دوزو كويس ديال اتاي في الكوتي في العشيه، كتحطوا داك كويس ديال الاتاي مع طبيسيل ديال الحلوه، يا اما ريش بوند يا اما بحال هادي يا اما الحلوه ديال الهلال. يعني حنا المغربي يعني المغاربه كاملين عزيز علينا الحلويات التقليديه، اغلبيه اللي كتكون فيها الدقيق او لا الكاوكاو من الداخل. وما تنسونيش من لي لايك والتعليق الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي. دخلوا فعلوا الجرس، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. عجبكم الفيديو خليوا لي تعليق زوين، كذلك واحد البصمه اللي جيم باش دائما الفيديو كيتبارطاجا في اليوتيوب يعني مع القنوات واحده اخرين. نتمنى ان شاء الله دعموني بلي لايك والتعاليق زوينه، وغادي نشوفوا نبقى مستمره انا بحال هكا وندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه كيفاش جات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كما شفتوا كتجي رائعه وفي المذاق كتجي شيشه بزاف وكذلك بنينه. واللي مهم فهادشي كامل انها اقتصاديه في المكونات كما شفتوا. نتمنى تعجبكم وموعدنا فيديو اخر ان شاء الله.